كانت هذه الحادثة في عام 2016 في منطقة نائية في أحد الأرياف. كان هناك عائلة مكونة من 4 أشخاص، الزوجان وابنتيهما الصغيرتان. كانوا يعيشون في منزل بسيط على بعد أميال قليلة من أقرب بلدة. في إحدى الليالي المظلمة استيقظ الزوج على ضجيج غريب في الطابق السفلي من المنزل. نزل ليتفحص الأمر، وعندما وصل إلى الطابق السفلي شاهد باب المطبخ مفتوحا. شعر بالرعب وبدأ يستدعي عائلته، ولكن فجأة سمع صوت خطوات في المطبخ. كان هناك شخص آخر في المنزل. أسرع إلى غرفة نومه وأخذ مسدسه. عاد إلى المطبخ مستعدا للدفاع عن عائلته، لكن للصدمة لم يكن هناك أي شخص. كان المطبخ فارغا تماما. بدأ يشك في سلامة عقله. هل كان متخيلا الأمر؟ فجأة سمع صوت خطوات على السلم. أسرع إليه ليجد ابنتيه الصغيرتين نازلتين بخوف. أخبرتاه أنهما سمعتا ضوضاء غريبة أيضا. بدأ البحث في المنزل بحثا حثيثا عن أي دليل على الغريب، لكن لم يجدوا شيئا. وعندما أصبح الصباح اتصلوا بالشرطة لإبلاغهم بالحادث المخيف. لم يستطيعوا تفسير ما حدث، ولم يتم العثور على أي دليل على وجود شخص غريب في المنزل. ظلت العائلة مرتبكة ومرعوبة لأيام بعد ذلك. لا أحد يعرف ما الذي حدث في تلك الليلة المظلمة.